السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية جميعا. إذا أنت بتشوف الفيديو هذا لقيت معناته أنه أنا استشهدت من مدة، فدائما ادعوا لي بالرحمة. الله يرحمني ويغفر لي يا رب، ويعملوا عني صدقات جارية عشان أرتاح وأنا في القبر يعني كما فيها. المهم أنا بصراحة حاب أحكي لكم شوية شغلات وأوصيكم بشوية شغلات وأوجه رسالة لبعض ناس وبعض أشخاص. يعني في البداية خليني أوجه رسالة لأهلي، أبويا اللي دايما سندني ودايما وقف معي، دايما كان هو الدرع الحامي. أبوي الله يخلي لنا إياك، ما تزعل إنه أنا استشهدت، بالعكس أنا رفعت راسك وأنا سرت على الطريق اللي أنت علمتني إياه. فالله يرحمني يا رب، يغفر لي وادعي لي بالرحمة يا حبيبي. ما تزعل والله، افتخر فيا وارفع راسك. أمي حبيبتي الله يشفيك ويعافيك يا رب، يرد لك صحتك وعافيتك. بعرف إنه أنت بتحبيني كتير، بنفس الوقت بعرف إنه أنا غلبتك كتير، لكن والله إني بحبك كثير، أكثر حدا بالدنيا بحبه. الله يخلي لنا إياك، إنك تشفق راسنا ويشفيك ويعافيك يا رب. ما تزعل علي، بالعكس ارفع راسك فيا، افتخر إن ابنك شهيد. أخواتي بحبكم كتير، دايما كنا نتقاتل أنا وياكم بس على طوش الإخوة، فما عادي يعني. كثير بحبكم، ميساء، إسراء، ياسمين، ديروا بالكم على حالكم، الله يبسطكم في حياتكم. الله يا رب يكي يديم السعادة والسرور عليكم يا رب وعلى بيوتكم إن شاء الله. الله يحن عليك يا حبيبتي يا ياسمين ويجبر خاطرك. أخويا ناجي مش عارف شو أحكي، كان نفسي تطلع من السجن وأشوفك، بس قدر الله وما شاء فعل. أنت حتطلع من السجن وحتفتخر في أخوك، حتفتخر إن أخوك شهيد في سبيل الله، سبيل تحرير الوطن. أخوي علي، ما بدي أوصيك على أهلك، أنت لقيت الراجل الوحيد عندنا، فدير بالك أبويا، دير بالك أخواتك، كون حنون عليهم يا حبيبي. أنت راجل معتمد عليك، دير بالك يا حبيبي. مرت أخويا وبنت أخويا سارة ورندا حبيبة قلبي، كان نفسي أضللكم عشان أفرجيكم لعمي الحنون، لكن معلش يا حبيبتي، أنا لحقت درب سيدكم درب خالكم. الله يخلي لنا إياكم، إن شاء الله تكبروا تفتخروا بخالكم طول الوقت إن شاء الله. عمكم أسف مش خالكم، عندي مشكلة في النسب. المهم أما الرسالة اللي أوجهها لكم اللي بشوفني حاليا، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا انكم تابعتونا في الأحداث، نشرتم عنا، حاولنا نوصل صوتنا بكل الطرق كل السبل. شكرا لكم. ما تنسوا غزة، ما تنسوا فلسطين، فلسطين تحتاج كل واحد فينا. أنا ما همني الملايين ملايين المتابعين، ولا همني الشهرة، ولا همني العلاقات. تركت كل شيء، توجهت للطريق اللي هو عن جد يوصلك للراحة. دائما يا جماعة الخير تذكروا وآمنوا إنه ما عند الله خير وأبقى. والله العظيم صالح يا جماعة الخير شاب فلسطيني زي شاب، كان عندي أحلام بسبب هذا الاحتلال، وحقنا المشروع هو المقاومة فكرة ما بتموت يا جماعة، قد ما بدي أحاول الاحتلال إنه يدمرها ما حدود. أحبكم كتير، دير بالكم على حالكم. شهيد الحي بإذن الله صالح عامر الجعفران، أحبكم. تصدقوا عني، أنا بقول لكم أيوان مش تسيبوني لحالي. أحبكم كتير، دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله.